إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نقول لكم بحال الشباب مثلا اللي تكون عنده العطلة تيكون يقرا وباقي صغير، ما عرفش واش غادي ينجح في هذيك القراية ولا يستمر ولا ما يستمرش. يدير واحد المهنة يجيبو، حيت المهنة إلا ما غناتك تعيشك. بحال مثلا الحلاقة، خاص أي شاب كيف ما كان النوع ديالو خاصو يتعلم الحلاقة. فن الحلاقة فن موجود وكاين وسهل. علاش ما ندرسش مع واحد المعلم فتح الوقت تيكون في دربنا ولا تيكون قريب لينا ولا تيكون من العائله ولا تيكون شي حاجه، ونشد هذيك مهنه الحلاقه نديرها في جنبي في العطل، نخدم بها مع الاقارب ديالي مع العائله ديالي ونتمكن منها. ومن بعد ندير مدرسه الحلاقه، نشد ديبلوم ونطور المهارات ديالي ونجتهد فيها. حيت الانسان اللي كان باقي صغير راه تيجتهد في الحاجه وتينجحها الا حبها وبغاها من الذات ديالو ومن نفسه. وهذيك الساعه الا بغى يخرج ما ساعداتوش الوقت في المدينه ديالو وبغى يخرج لشي مدينه يدبر على راسو، راه هذيك الحلاقه مثلا اللي شدها راه يدبر بها على السكنه في هذيك المدينه اللي مشى ليها، يدبر بها على المصروف اليومي، يدبر بها على كل شيء، يدبر على راسو ويقعد مسراح. هذاك الشيء علاش تنوصي الشباب ديما يلحق واحد لاج لحدو باقي صغير يتعلم واحد المهنه كيف ما كانت. عرفتي انه مثلا بحال السدورات خدامين ديما، بحال الحلاقه تلحق تقول للمعلم انا معلم، يعطيك كرسي بين لي على المهارات ديالك انت خدام. هذاك الشيء علاش الانسان ديما يدير شي مهنه كيف ما كانت. الا كانت عنده شي فرصه ولا شي قريب ديالو ولا شي حاجه عنده شي مهنه زوينه، سواء خياطه سواء حلاق سواء صدور سواء في العطلات يكون قاعد يتعلم، يتدرج مع شي معلم يتعلم شي صنعه اللي تنفعو. حيت الحياه راه صعيبه وباش يبقى عير قاعد وهذاك الشيء اللهم يعتمد على راسو. وتا الا جاتو شي سفر وخرج من المدينه ديالو وسافر لشي مدينه اخرى جديده ما عارف فيها والو، تتكون هذيك المهنه اللي شد هي المفتاح باش يتعرف على المنطقه وباش يدبر على الخدمه ويدبر على المصروف ويدبر على السكن ويدبر على كل شيء تيرجع في حاله سالم غانم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.